مساء الخير. تست الكاميرا. تمام. كل حاجة تمام. مساء الخير. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ أتمنى كل حاجة في حياتكم تبقى زي الفل. تعالوا نتكلم من غير ما نطول في الدخلة. لو احنا ناس تايهين نعمل ايه؟ نعمل ايه لو احنا تايهين؟ الصراحة هو سؤال يتوه. يتوه زيادة، لأن طبيعي إن أي حد تايه دلوقتي هيسأل نفسه كتير. أم، أنا أعمل ايه؟ ايه اللي المفروض أعمله؟ اللي في سني دلوقتي بيعملوا كذا، بيسووا كذا، عايشين بطريقة عاملة ازاي؟ انا ليه مش عايش بنفس الطريقة دي؟ ليه مش حاسس نفس الاحساس؟ ليه مش قادرة اقوم اعمل اي حاجة؟ فين المشكلة؟ المشكلة ان انا شخص دلوقتي كئيب وبائس. آه، اولا نسمي المسميات باساميها. انت مش شخص كئيب وبائس، انت شخص بيعافر، واخد استراحة، محارب في الدنيا دي. فانت تقدر تشوف انك انت واخد استراحة محارب وهتقوم تفايت تاني، ولا هتتهزم وتطلع بره الحلبة. فانت لازم تقرر القرار ده. طب انا دلوقتي قررت ان انا احارب، اعمل ايه؟ لو قررت انك تنهزم وتطلع، هتكمل في نفس القرى، مش هتطلع منها، هتبقى نفس الموضوع. مفيش حاجة جديدة هتجد في حياتك. وبتمنى أه بتمنى انك كل حاجة في حياتك ان شاء الله تبقى احسن. لو قررت تبقى فايتر، كمل الفيديو ده. المهم، لو قررت تبقى فايتر محتاجة تعرف حاجة كويسة قوي. ربنا سبحانه وتعالى، كنت لسه عندي في التيك توك بتكلم على فيديو ليه علاقة بالموضوع ده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيمهد لنا الطريق اللي احنا نزرع فيه بذورنا. احنا عندنا بذور، فعايزة انطقها اه عندنا بذور. فاحنا عايزين نزرعها في طريق. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى مهد لنا الطريق ده. فنعمل ايه؟ اول حاجه نتكلم عليها، انا مش عايزه اعيد نفس الكلام اللي أنا اتكلمت عليه في التيك توك، بس لجماعه اليوتيوب انا قررت اعمل الفيديو ده مخصوص اليوتيوب. ف هتكلم بكل اريحيه. انا كده كده سواء هنا او هناك بتكلم بكل اريحيه، بس هنا بالذات انا عايزه اتكلم باريحيه اكتر. اولا ان او يمكن عن تجربتي الشخصيه انا اكتر. اولا انا شخص يمكن من صغره بيدور على المعنى من حياته. يعمل ايه؟ يسوي ايه؟ ما هو انا ليه ما عنديش شغف؟ هو انا ليه ما عنديش هواية؟ هو انا ليه ما عنديش حاجة معينة بحب اعملها؟ هو انا ليه وليه 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 وليه؟ كبرت وبقيت بحب اعمل حاجات كتيرة جدا. آه، بس كل ما باجي اعملها بعدها فترة اكتشف ان انا فعلا مش حباها. لا، انا مش حابه ابقى هنا، مش حابه اتعلم الحاجه دي، فاجرب اتعلم حاجه غيرها، واجرب 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 واجرب. طبعا مؤخرا اكتشفت ان ذلك ليه علاقه بالاي دي اتش دي، لان انا اتشخصت باي دي اتش دي السنه دي. وانا عندي 24 سنه. فالحمد لله. فاكتشفت ان ده كان ناتج عن الاي دي اتش دي. بس من واقع نفس المشكله الاي دي اتش دي، للناس اللي ما تعرفش، لو محدش فهمه او حد حاول يعالجه بيبتدي يجي لهم انواع من انواع القلق والاكتئاب. للاسف الشديد انا عشان 24 سنه ما اتشخصتش بيه لحد دلوقتي، غير السنه دي. فالموضوع طبعا قلب معايا بامراض نفسيه كتيره وتعب كتير. فانا هتكلم من واقع تجربتي، انا عملت ايه كمان، وحاجات ساعدتني انا كمنة في ازاي اعدي المرحله دي. اول حاجه، اعرفوا دايما ان مفيش حاجه وحشه هتدوم، وان ربنا سبحانه وتعالى مش بيأذينا او بيحاول يخلينا نعيش تعساء. لا. اعرفوا ان دي في الاول في الاخر يعني احنا، دي مش دارنا. ان الحياة دي مش دارنا، مش دار الاخرة، مش المكان اللي احنا هنستمر فيه عمرنا كله. في الاول في الاخر كلنا هنمشي، كلنا هنمشي. ده مش بتاعنا. اللاب ده مش بتاعي، كل حاجة حواليا دي ممكن تكون مش بتاعتي. كلنا هنموت، وكل حاجة في الدنيا دي مش هتبقى بتاعتنا. فما فيش اي حاجة مستاهلة ان احنا نموت نفسنا عليها، او نخلي حاجة في الدنيا دي تبلعنا. سواء السوشيال ميديا، سواء حياة ناس حوالينا، الناس دي عايشة كذا، بيعملوا كذا. احنا مش لازم نكون نفس الناس دي. احنا ممكن نكون نسخة تانية، ممكن نكون احنا عادي، مش مشكلة. مش مشكلة اقول ان انا شخص اوقات
ما عنديش ثقة في نفسي. أنا شخص ممكن أكون واثق، يعني أنا استغربت مؤخرًا، كانت بنت خالي بتقول لي: "أنا دايمًا باشوفِك من وأنتِ صغيرة إنِّك"، يعني قالت لي كذا حاجة، بس من ضمن الحاجات اللي هي قالتها لي، قالت لي: "إنِّك شخص واثق من نفسه." كنت هي شايفاني شخص واثق من نفسه؟ فسبحان الله أنا كنت دايمًا مش باشوف نفسي إن أنا الشخصية دي. بغض النظر دلوقتي طبعًا أنا الحمد لله أنا شخص واثق من نفسه، بس مش دايمًا طول الوقت بابقى واثقة من نفسي، مش دايمًا طول الوقت بابقى ماشية وأنا مش قلقانة، وأنا مش مكتئبة، وأنا مش حاسة بعدم الانتماء. شعور عدم الانتماء ده في الدنيا وما فيها حاجة صعبة جدًا. كنت أنا باغذّي الشعور ده بحتّة إن في الأول وفي الآخر دي مش ده مش مكاني، ولا الزمن ده زماني، ولا أنا موهوم، ولا كل الكلام ده. فكنت باقعد أقول لنفسي في الأول وفي الآخر ده مش مكاني، وكده كده أنا ماشية، ف فأنا في مكان مش بتاعي أصلًا كده كده، فأنا مش حاسة بالانتماء، قشطة يعني إيه اللي فيها؟ ده طبيعي، طبيعي إن أنا ما أحسش بالانتماء، لإن كده كده أنا هاسيب المكان ده وهامشي، لإن لو أنا باحب المكان ده أوي وهاسيبه وأمشي، الشعور هيبقى صعب جدًا وأنا ماشية. فبالتالي كل حاجة في حياتي بتبتدي بقى تتشاف إن هو والله ما في حاجة مستاهلة، والله ما في حاجة مستاهلة. أنا مبسوطة إن أنا باتكلم بحرية كده، لسه ملاحظاها فيّا. عندي طريقة طفولية شوية بتظهر بالكلام بشكل أو بآخر. حسيت إن أنا بابتدي دلوقتي أطلّعها، وده شيء جميل إن أنا قادرة أتكلم على طبيعتي في community اليوتيوب العزيز. أنا شخص باعِز اليوتيوب جدًا. كان عندي ناس صحابي فترة يعني من بدري، لمّا كانوا ييجوا يكلموني ما أردش يقولوا لي: "يا بنتي قومي بقى من على اليوتيوب." فأنا باحب اليوتيوب جدًا. فإن أنا أبقى مبسوطة بفيديو، أول فيديو أعمله لليوتيوب بنفسي، فمعلش اعذروني أنا فرحانة، أنا فرحانة. طيب تمام. أول حاجة إحنا محتاجين ندوّر على نفسنا، إحنا محتاجين ندوّر على نفسنا، هنيجي كده، هنيجي كده، محتاجين نعرف إحنا مين. أنا وأنا عندي 17 سنة كانت تاني ضربة ليّا في الاكتئاب. وقعت وقعة صعبة جدًا، كنت باحبس نفسي طول اليوم في أوضة ضلمة. حتى الشباك كان بيدخّل إضاءة بسيطة جدًا، فعشان كده كنت حاسة إن أنا عايشة طول حياتي طول الوقت في ضلمة. ما عنديش حد، ما فيش حد بيسأل عليَّ على طول. لأ، الدنيا بالنسبة لي كانت واقفة وصعبة جدًا، فكل حاجة ابتدت تتقفّل في وشّي، وابتدت الاكتئاب بقى يعلّي صوته جوايا، وأنتِ ما لكيش حد، وأنتِ، 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 وكل الكلمات البائسة من هذا الاتجاه. المهم أنا عملت إيه، أنا قررت إن أنا أقول لنا الله. أنا مش فاهمة حاجة، بس أنا أقول لنا الله. كنت باقعد أقول لنا الله، كنت باحس طول الوقت إن أنا وقعت في حفرة غويطة جدًا، مش عارفة أخرج منها، ده كان شعوري دايمًا. وفي نفس الوقت كان جوايا بنت أنا مش عارفاها. أنتِ مين؟ أنا جوايا شخصية مش عارفاها، اللي هي أنا. مش عارفة أنا مين، مش عارفة مين دي أصلًا. أنتِ كمنة مين؟ أنتِ بتعملي إيه في الحياة؟ أنتِ إيه دورِك؟ أنتِ بتحبي إيه، بتكرهي إيه؟ كنت أنا طول الوقت people pleaser، وكنت باعمل كل حاجة للناس عشان أرضيها على سبيل نفسي، فبالتالي ما كنتش عارفة أنا مين. ف ف فمع الوقت ابتديت أحس إن أنتِ مين يا اللي معايا، أنتِ مين يا نفسي بجد. وأكتر حاجة ابتديت لمّا عشان أطلع من الاكتئاب، عشان أطلع من القلق، عشان أطلع من أي مرض أو اضطراب جالي، كان أكتر حاجة طول الوقت بادوّر عليها وstill بادوّر عليها لحد دلوقتي وهاstill لحد آخر نفس فيّا أنا هافضل أدوّر عليها، هي نفسي. أنا مين؟ أنا باحب إيه؟ باكره إيه؟ إيه قيمي؟ الحاجات اللي أنا باحبها، الحاجات اللي أنا باحترمها، الحاجات اللي أنا باقدّرها، حدودي عاملة إزاي، ودي أهم حاجة إحنا هنيجي ليها بعد كده، وهي الحدود. الحدود مهمة أوي يا جماعة، الحدود فعلًا مهمة، 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 مهمة أوي. لازم تعرفوا حدودكم، لازم تعرفوا أنتم مين، بتحبوا إيه، إيه دوركم في الحياة، ليه عايزين تبقوا الشخصية الفلانية. أنتم فعلًا عايزين تبقوا الشخصية الفلانية دي، الرغبة دي جاية من جواكم أنتم، والّا أنتم بس بتقلدوا الناس اللي حواليكم، والناس اللي حواليكم هي اللي ساحباكم، مش أنتم ساحبين الحاجة دي من جواكم. لازم تعرفوا أنتم مين من جواكم، مش من الناس اللي حواليكم. الناس اللي حواليكم ممكن تساعدكم تكتشفوا ده من جواكم، لكن ما تاخدوش الحاجة اللي جواكم تقنعوا بيها، أو الحاجة اللي براكم تقنعوا بيها الحاجة اللي جواكم. فدي بتبقى مشكلة، وفي الأول وفي الآخر بتلفوا في دواير. بتكتشفوا بعديها إن دول مش أنتوا، إن ده مش أنتوا. فأنتوا محتاجين طول الوقت، أو إحنا دايما محتاجين طول الوقت إن إحنا ندور على نفسنا.
فدي أول حاجة. تاني حاجة اتكلمنا عليها هي الحدود. الحدود مهمة جدًا، الحدود بجد مهمة جدًا، بالذات لو أنتم شخصيات people pleaser. أنتم محتاجين بجد تشتغلوا على الحدود. سواء بقينا يعني أصلًا أنا معاكم ما تقلقوش، إحنا محتاجين بالإين نشتغل على الحدود. الحدود حقيقي مهمة، ومن أكتر الحاجات اللي بتعرّفنا إيه العلاقات اللي في حياتنا، إيه علاقاتنا أصلًا مع نفسنا. يعني في حدود كمان تبقى مع نفسكم. يعني مثلًا لمّا أنا عايزة أعمل حاجة ألتزم بحاجة، لازم يبقى عندي حدود لنفسي، زي ما أنا قُلت لنفسي إن أنا هاقوم أعمل الحاجة دي، فلازم أقوم أعملها. فدي أنتِ كده بتبني حدود مع نفسِك. أنتِ قُلتِ هتقومي تعملي كذا، فلازم تعملي كذا. قُلتِ هتاخدي كورس كذا، فلازم تعملي كورس كذا. قُلتِ هتنزلي الgym، فلازم تنزلي الgym وتلتزمي بيه وتعملي. فلازم الحدود تبقى مع النفس الأول. فلو احترمتِ نفسِك، الناس هتحترمِك، لإن أنتِ هتفرضي نفس الحدود اللي أنتِ فرضاها مع نفسِك، هتفرضيها مع الناس، وهتطوريها مع الوقت. فالحدود مهمة جدا. دي تاني حاجة. تالت حاجة نيجي بقى للناس، العلاقات مع الناس. العلاقات مهمة جدا يا جماعة. العلاقات هي سبب الكوارث اللي في حياتنا الحمد لله، وهي سبب كل حاجة كويسة في حياتنا. مش كل حاجة يعني كل حاجة، بس العلاقات مهمة ومحتاجين نتواصل. أنا بقول ده حتى ولو أنا شخص مش بفضل العلاقات قوي. آه، لسه بهيل من موضوع ان انا ابقى شخص انتو للعلاقات قوي. مش شخص ماليش في حته ان انا اعمل علاقه طويله المدى مع اي شخصيه بقابلها. مش احسن شخص يعمل الحاجه دي. فدايما بيبقى علاقاتي سطحيه، مش علاقات عميقه. عكس زمان كنت بعمل علاقات عميقه. ومع الوقت بقيت علاقاتي سطحيه. والحمد لله بقيت مرتاحه كده اكتر بكتير. انا مش حاسه ان انا عامله حاجه غلط او محتاجه ان انا اطور الحاجه دي اكتر. بس اكيد انا محتاجه فعلا علاقه عميقه في حياتي. الواحد بيحتاج اوقات علاقات عميقه من وقت للتاني. فلازم الواحد برضو يدور على علاقات عميقه. ده اللي انا بشوفه من وجهه نظري لو انا هحكم من برايا. بس لو من جوايا انا مش حاسه ان انا مستنيه حاجات كتيره. بس اوقات بجد بشتاق للعلاقات العميقه، اللي بيبقى فيها تفاصيل وانتي عامله ايه وعملتي ايه النهارده وكذا، وتسالوا على بعضكم دايما. وتحكوا لبعض تفاصيل حياتكم والحاجات الحلوه دي. الصداقات دي بتبقى حاجه لطيفه قوي. في نفس الوقت برضو انتوا محتاجين تفهموا الحدود عشان تقدروا حتى لو في علاقه عاطفيه تعرفوا تحطوا الحدود دي في حياتكم انتوا الاتنين، وتقدروا ترتبوا وجود الحياة دي بتاعتكم انتوا الاتنين مع بعض. فلازم تبقي حاطة حدود للشخصية دي، والشخصية دي حاطة لك حدود، وانتوا الاتنين حاطين إطار أو حد للعلاقة دي. فالحدود في حد ذاتها مهمة، وتطبيقها على علاقات بيبقى مهم جدا جدا جدا. بعد كده ممكن نشتغل عليها حاجة تانية، هي الصدمات. الصدمات مهمة جدًا، 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 جدًا. تقريبًا كل واحد فينا عنده صدمة ما بيعاني منها من وهو صغير. traumas. فtraumas إحنا حياتنا كلها مليانة traumas. والدنيا بالنسبة لنا دشملة دشملة خالص. فإحنا محتاجين نشتغل عليها أكبر قدر ممكن. اشتغلوا عليها. اعرفوا إن أنتم كويسين، ما فيكوش أي حاجة، وكان طبيعي إن أنتم تعدّوا بفترات زي دي أيًا كان اللي أنتم عدّيتوا بيه إيه، وإن أنتم أقويا إن أنتم تعدّوا الtrauma دي وتشتغلوا عليها. وكل حاجة هتعدّي وتبقى زي الفل. بس أنتم محتاجين شغل ومحتاجين تغيير، والتغيير بياخد وقت. وكنت لسه باتكلم في الفيديو بتاع النهارده إن التغيير مش مربوط بوقت معين. الوقت ده ممكن يبقى مدة صغيرة، ممكن تبقى مدة كبيرة، بس انتوا محتاجين تتغيروا او تشتغلوا على نفسكم. اخر حاجة محتاجة اتكلم عليها هي فكرة الدايرة دي تلف وترجع تاني بالبوش بتاع الاهداف. محتاجين تحطوا اهداف في حياتكم. محتاجين تشوفوا ايه دوركم في الحياة. يعني مثلا ايه هدفي؟ والله انا صحيت النهارده الصبح قررت ان النهارده انا هقعد اجورنالينج، ورقة وقلم واقعد اكتب. ده كده هدف. فحطوا اهداف. ابتدي يعملوا حدود مع نفسكم، والحدود دي اعملوها باهداف. زي ما انا قلت من شويه، انا مثلا قلت ان انا هعمل كذا، فالحاجه اللي انا هعملها دي هدف. انا هنزل الجيم، فده هدف. فالحدود دي لو انا اشتغلت على حدودي، فده هيسر لي حته الاهداف، ان انا هعمل اهداف. فطبعا انا محتاجه قبل الحدود برضو عشان حاجه كمان سقطتها نسيت اتكلم عليها، هي اشتغل على عاداتي القديمه السلبيه. محتاجه ابدلها تاني بعادات ايجابيه، والموضوع بياخد وقت. فبالتالي انا لو بدلت العادات القديمه
بعادات تانية جديدة صحية كويسة تانية بالنسبة لي، واتغيرت وعرفت ايه الحاجات الغلط اللي انا كنت بعملها. اتعلمت من كل اللي فات، من الناس اللي انا عرفتها، الناس الغلط اللي انا عرفتها، من العادات السلبية اللي انا عرفتها، من حدودي اللي كانت منتهكة قبل كده لو انا كنت بيبل بليزر. كل الحاجات السلبية دي انا اعرفها، اعرف الحاجات بالشقلوب. نبتدي نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى حطنا في كل ده عشان نتعلم. فانا كان كل الحاجات دي بعدي بيها بالطريق الغلط عشان اتعلم بعد كده الطريق الصح. فانا عرفت، جبتها من تحت زي ما بيقولوا، جبتها من تحت، عرفت ايه الحاجة اللي بالنسبة لي محتاجة اشتغل عليها، ولو ما اشتغلتهاش ايه العواقب. ولما دخلت في الحاجات السلبية عرفت ايه الحاجات اللي بتضايقني، الحاجات اللي انا بكرهها. ما عرفتش، ببتدي انزل كورسات، ببتدي انزل تمارين، ببتدي اشترك في حاجات كتيرة لحد ما الاقي نفسي مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. فده واخر حاجه، انت محتاج طول الوقت تعمل كل ده، كل ده على طول، ما توقفش، ما تيأس، ما تكتئبش. اعمل كل ده وما تيأس وما تكتئبش. دي لوحدها مش كفايه. لو حسيت ان الازمه زايده عن اللزوم، عن مجرد نصايح بتتقال كده بشكل رسمي، بشكل عابر، ارجوك الجأ للثيرابيست او سايكاتريست، واكيد هو هيساعدك سواء بالعلاج او بالعلاج السلوكي او بالعلاج الدوائي، وكل حاجة إن شاء الله هتبقى زي الفل. فده كان أول فيديو ليا مخصص لليوتيوب. أتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لي في الكومنتس إيه رأيكم، وتحبوني لو أتكلم عن إيه كمان. هستنى الكومنتس بتاعتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. باي باي.